رمضان دخل والمحاضرات بدأت تتكوم، صح؟ حاسين إن الوقت بيضيع والطاقة في الأرض؟ لو دي مشكلتنا كل سنة في رمضان، يبقى الشرح ده معمول مخصوص عشان نغير المعادلة دي سوا. كلنا بنبقى في نفس الموقف ده. المنهج عمال يزيد، ساعات النوم بتقل، وتركيز ده لو موجود أصلا. الإحساس ده لوحده كفيل يخلي أي حد فينا يحس بالإحباط ويفقد الأمل. بس لحظة واحدة كده، هل رمضان هو المشكلة فعلا؟ ولا يمكن المشكلة في طريقتنا إحنا في التعامل معاه؟ يمكن في زاوية تانية خالص للموضوع ده. وهنا بقى بتيجي الفكرة اللي ممكن تغير كل حاجة. فكرة إن وقت المذاكرة بيقل في رمضان دي يا جماعة مجرد وهم. الحقيقة إننا لو عرفنا ننظم يومنا صح هنكتشف إن الوقت لسه موجود، والنتيجة كمان ممكن تكون أحسن بكتير من الأيام العادية. طيب إزاي؟ يلا ندخل في الحل العملي على طول. قدامنا نظامين أساسيين للمذاكرة، وكل واحد فينا يقدر يختار اللي ماشي مع شخصيته وطبيعة يومه. النظام الأول ده للناس الصباحية اللي بتحب طاقة ونشاط الصبح. دول بيذاكروا من بعد صلاة الفجر لحد وقت الكلية، مع قيلولة صغيرة كده في العصر قبل المغرب. أما بقى النظام التاني فده لعشاق الليل والهدوء. دول بيذاكروا في سكون الليل من بعد صلاة التراويح لحد الفجر، وبعدين يناموا. كل نظام متفصل على نوع شخصية مختلف. تمام، كده كل واحد فينا ممكن يكون يختار نظامه. بس إيه هو السر اللي بيخلي أي نظام فيهم ينجح ويبقى فعال بجد؟ السلاح السري اللي هيغير كل حاجة هو استغلال الوقت اللي كلنا بنعتبره ضايع وميت تماما، الفترة اللي قبل آذان المغرب. ايوه بالظبط، الوقت ده اللي بنبقى خلاص فصلنا فيه ومستنيين المدفع يضرب ومستوى السكر في الدم بيكون قليل والتركيز شبه منعدم. الوقت ده هو الكنز اللي هنستخدمه بذكاء شديد. وعشان نعرف نستخدم الوقت ده صح لازم نفرق بين نوعين من المذاكرة. الأول هو المذاكرة السلبية، ودي الحاجات اللي مش محتاجة تركيز خارق زي إننا نسمع محاضرات متسجلة. والتانية هي المذاكرة النشطة، ودي بقى اللي محتاجة تركيز كامل زي القراية من كتاب أو حل مسائل. الخطة ببساطة كالتالي: فترة ما قبل الفطار اللي طاقتنا فيها يدوب هنخصصها كلها للمذاكرة السلبية، نسمع فيها كل المحاضرات اللي متراكمة علينا. أما بقى وقت الطاقة العالية سواء كان بعد الفطار أو بعد الفجر، ده هيكون للمذاكرة النشطة، نفتح الكتاب ونراجع اللي سمعناه ونحل عليه. العبقرية هنا في إيه بقى؟ إن إجمالي وقت المذاكرة هو ما اتغيرش، اللي اتغير هو النتيجة اللي بتكون أحسن بكتير. ليه؟ لأننا بنذاكر كل جزء في وقته المثالي، وده يثبت إن الإحساس بنقص الوقت كان مجرد وهم. والكلام ده مش مجرد نظرية على فكرة. بالتنظيم ده رمضان ممكن يتحول من شهر ضغط وتأنيب ضمير لشهر بنحقق فيه أكبر الإنجازات. ودي شهادة من صاحبة المصدر اللي بنشرح منه، بتقول إن رمضان كان شاهد على أكبر نجاحاتها الأكاديمية والعملية في حياتها. الإنجازات دي مش سهلة أبداً. تخيلوا معايا إنهاء الجزء العملي من رسالة ماجستير، تحضير ورق ترقية علمية المفروض بياخد شهور، والأقوى تحضير 75% من منهج يوتيوب كامل من الصفر. كل ده تم إنجازه في رمضان. والرسم البياني ده بيلخص كل حاجة. بصوا على العمود الخاص برمضان، 75% من المنهج تم تحضيره فيه، وقارنوه بباقي السنة كلها اللي اتعمل فيها 25% بس. ده بيورينا قد إيه البركة والتركيز ممكن يزيدوا في الشهر ده لو استغليناه صح. طيب ولو الامتحانات النهائية نفسها وقعت في رمضان، في كام نصيحة أخيرة لازم نركز فيهم جدا لأنهم ممكن يفرقوا بين النجاح والفشل لا قدر الله. ودي يمكن أهم نصيحة في الشرح ده كله. دي قاعدة مقدسة لا يمكن كسرها. هقولها تاني وتالت: إياك ثم إياك تدخل لجنة الامتحان وانت مطبق أو مش نايم عدد ساعات كافي. ده بيعتبر انتحار أكاديمي حرفياً. ليه؟ لأن قلة النوم بتأثر على كيمياء المخ، بتبوظ مستوى السكر في الدم وبتنسف التركيز تماما. كل المجهود اللي اتعمل في المذاكرة ممكن يروح في الهوا في لحظة بسبب قرار غلط زي ده. وأخيراً، رمضان شهر للعبادة والتركيز. لازم نحمي طاقتنا ووقتنا من أي مشتتات. المسلسلات والحاجات اللي زيها مصممة مخصوص عشان تسرق مننا وقتنا وتركيزنا. إننا نختار نبعد عن المشتتات دي ونركز في هدفنا، ده في حد ذاته عبادة ومجاهدة للنفس. وفي النهاية ربنا يبلغنا رمضان ويتقبل مننا ويجعله شهر خير وبركة ونجاح وتفوق لينا كلنا. أشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.